وفاجينا من كل أراضينا، نحمل بيادينا رسالة العرفان، ناديك يشهد لك ما حد أبد مثلك، انت يا لاعبنا يا أحمد الفنان، انت يا لاعبنا يا أحمد الفنان، يا محلى جولاتك باللعب لمساتك، يا نجم مثلنا في ساحة الميدان، هذه الخابورة بالوفا مشهورة، نجمك تعلى فوق بكل ربوع عمان، نجمك تعلى فوق بكل ربوع عمان، قلنا وفاجينا من كل أراضينا، نحمل بيادينا رسالة العرفان، ناديك يشهد لك ما حد أبد مثلك، انت يا لاعبنا يا أحمد الفنان، انت يا لاعبنا يا أحمد الفنان. انت يا لاعبنا يا احمد الفنان، اسمنا له فهود واثقين للعهود، انجازنا واضح تشهد له العالم. في البداية ودنا نتقدم بالشكر والتقدير للاعب منتخبنا الوطني أحمد بن علي اللواتي ما قدمه للمنتخب، وهذه المبادرة اللي قدمت من مجلس إدارة نادي الخابورة وأهالي الخابورة حقيقة هي رسالة وفاء لكل من خدم عمان في مختلف المجالات، والكابتن أحمد علي قدم لمنتخب عمان وقدم في القطاع الرياضي ما يستحق أن هذا اليوم الوقفة. اليوم شهدنا حقيقة لمة جميع أهالي الخابورة من مجلس إدارة نادي الخابورة والأهالي كلهم خلوا لتكريم هذا اللاعب، وأيضا مشاركة لاعبين منتخباتنا الوطنية في رسالة وفاء للاعبين، فشكرا لهم، شكرا لمجلس إدارة نادي الخابورة، وشكرا لكل من شارك وساهم في إيصال رسالة الوفاء لهذا اللاعب المميز، ونتمنى له إن شاء الله بالشفاء العاجل. جزيل الشكر للمنظمين على هذه اللفتة الطيبة الإنسانية الجميلة للاعب كابتن أحمد علي اللي قدم الكثير لمنتخباتنا الوطنية، وبالتالي يستحق منا أن نكون متواجدين من خلال هذا التكريم، من خلال أيضا التواجد مع أخواننا الآخرين في اللي شاركوا في المنتخبات الوطنية، وبالتالي شكرا جزيلا للجميع، شكرا للحضور، شكرا لسعادته أيضا لحضوره، وشكرا مرة ثانية للمنظمين، وشكرا لكم أيضا كإعلام أنكم غطيتوا هذا الحدث، وأتمنى له إن شاء الله الشفاء بإذن الله أخونا وعزيزنا أحمد علي. نحمل بيادينا رسالة العرفان، ناديك يشهد لك ما حد أبد مثلك، انت يا لاعبنا يا أحمد الفنان، 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 انت يا لاعبنا يا أحمد الفنان. قلنا وفاجينا من كل أراضينا، نحمل بيادينا رسالة العرفان، ناديك يشهد لك ما حد أبد مثلك، انت يا لاعبنا يا أحمد الفنان، انت يا لاعبنا. طبعا نحن سعدنا اليوم بحضورنا مع الأخوان في ولاية الخابورة، طبعا تكريم الكابتن أحمد. كابتن أحمد الله يشفيه ويعافيه إن شاء الله ويقوم بالسلامة. هو واحد كانوا من أعمدة المنتخب في الزمان القديم أمانة، فلذلك نحن اليوم حضرنا هنا علشانه. وأما عن التكريم بصراحة تكريم ولا أروع. طبعا أحب أن أشكر اللجنة القائمة على هذا التكريم،
وأشكر الأخوان اللاعبين كلهم اللي حضروا تكريما لهذا اللاعب، وأشكر أهل الولاية كلهم والداعمين بشكل عام. بلا شك أن هذه المشاركة شرف لكل واحد وينتمي إلى منطقة الباطنة، ونشكر حقيقة نادي الخابور على المجهود اللي قدموه، وهذا النجم الكبير يستاهل كل الدعم وكل الوقوف معاه، ونتمنى أن يحذى الأندية لهذول الشباب اللي هم قدموا للأندية مثل نادي الخابورة، فهذه تعتبر لنا مشاركة مع كوكبة من نجوم السلطنة الكبار، وهو كبير يستاهل من ضمنهم أخوهم الكبير. ولكم الشكر جميعا، مبروك 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 لجماهير الخابورة، ويستاهل هذا النجم الخلوق والكبير مرة ثانية. أول شيء يعطيكم العافية، يعني بأمانة مهرجان جميل يستحق أحمد علي هذا الاحتفال، محفل جميل. كل اللاعبين القدامى اللي لعب معهم أحمد علي سابقا ومثلوا أحمد علي سواء على المنتخبات الوطنية وحتى على مستوى الأندية هنا في عمان، صراحة هذه يعني الأخوان هنا في اللجنة يشكرون على هذا الاحتفال وعلى هذا التكريم. أحمد علي يعتبر قامة كبيرة، اسم كبير، ياما نجم على مستوى الأندية وخاصة نادي الخابورة، وياما نجم وقدم مستويات مميزة في منتخبنا الوطني، وما ننسى أهدافه اللي يسجلهن. حضور أحمد علي على المستوى الفني ممتاز حقيقة، ولذلك الخابورة ولاده بأحمد علي، بإسماعيل العجمي، دعيج خلفان، ولاعبين كثر يعني بأمانة. فأتمنى إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله نشوف أسماء رنانة على مستوى الولاية. لي الشرف أن أنا أكون من ضمن هذا الكوكبة من النجوم صراحة، يعني إذا أمثال عماد الحوسني، إسماعيل العجمي، حسن ربيع، مطر خليفة، يعني هذا قدموا الكرة العمانية الكثير يعني. وبالمناسبة هذه لأخونا أحمد علي، أول شيء نقول الله يشفيه ويعافيه يا رب، وصراحة مبادرة جميلة جدا جدا من أكاديمية الفهود، والصراحة استمتعنا بالأجواء، والأمور الحمد لله كانت طيبة بالأمانة. حتى الحضور الجماهيري كان مميز، وما ننسى وكيل وزارة يعطيه العافية، يعني شخص يعني دائما مبادر في مثل هذه المبادرات، دائما يحضر على جميع شتى الولايات، فصراحة شخصية تستحق كل الاحترام والتقدير. والشيخ سلطان نشوف نفس الحوسني موجود كذلك على المنصة، يعني المنصة ما شاء الله رنانة بالأسماء الجميلة اللي قاعد تتابع هذا المحفل الكبير، فنتمنى الشفاء العاجل لأحمد علي بإذن الله، وإن شاء الله معافى بإذن الله. ما ننسى كذلك سعادة الوالي حقيقة، يعني وجوده وحضوره نفسه، يعني يمكن الأسماء احنا يمكن دخلنا قبلهم هم إلى أرضية الملعب، بعدين هم كانوا يعني واحد تلو الآخر يكون موجود في المنصة، ولذلك ننسى بعض الأسماء، ولكن يعطيهم ألف عافية صراحة داعمين الخابورة، فيستحقوا كل التقدير والاحترام. حفل جميل استمتع الكل، واليوم نشوف صراحة الحضور الجماهير أيضا كذلك صراحة حاضر بقوة في أرضية الملعب. مشكورين جميع اللاعبين اللي كانوا لعبوا في زمن أحمد علي، كلهم حاضرين ومؤازرين أحمد علي، ومع نجوم الخابورة السابقين واللي لعبوا مع أحمد علي. شكرا ألف شكر، وأحمد علي يستحق كل التقدير. نجمك تعلى فوق بكرب وأمان، قلنا وفاجينا من كل أراضينا، نحمل بيادينا رسالة العرفان، ناديك يشهد لك ما حد أبد مثلك، انت يا لاعبنا يا أحمد الفنان، انت يا لاعبنا يا أحمد الفنان. أشكر إدارة نادي الخابورة على هذا التجمع، وأكاديمية الفهود على إتاحة هذه الفرصة مع كوكبة نجوم المنتخب، تكريما لأخونا وزميلنا اللاعب الخلوق المتواضع أحمد علي. نتمنى من الله في هذا اليوم الجمعة الله يعطيه الصحة والعافية، وهذا يدل على تكاتف إدارة نادي الخابورة على هذا التكريم البسيط من لاعبين المنتخب، وأحمد يستاهل كل خير، وبأمانة مهرجان رائع بكل أمانة، يعني من إعلام من جمهور من كل شيء يعني، وجزاهم الله بخير، ونتمنى له الشفاء العاجل يا رب العالمين. انطباعنا إن شاء الله انطباع طيب اليوم على هذه المناسبة الطيبة وهذا التجمع يعني الطيب، واليوم أسعدنا كثير صراحة بما رأينا صراحة
من لمسات كورة من الفريقين، المنتخب وكذلك النادي القدامى. المناسبة مناسبة طيبة، ونشكر الأخوة اللي قاموا على هذا الحدث، ونشكرهم جزيل الشكر على هذه المبادرة الطيبة. وكذلك لا يفوتني أن أدعو في هذا الوقت الطيب المبارك للأخ أحمد بن علي أبو علي بالشفاء إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله نراه معنا وسطنا مثل هذه المحافل الطيبة. وأشكركم جزيل الشكر أنتم كذلك على هذه التغطية الطيبة الذي غطيتوا بها هذا الحدث الطيب، وجزاكم الله خير. أحسنتم. حقيقة هذا التجمع اللي صار وهذه المبادرة اللي كانت من أكاديمية الفهود بالتعاون مع نادي الخابورة فرصة أيضا لالتقاء اللاعبين القدامى مع لاعبين المنتخب أيضا القدامى. هذه فرصة أيضا يعتبر تكريم للجميع، فالله يشفي أبو علي ويرجع لنا إن شاء الله بعد العلاج بالسلامة إن شاء الله، وجزاكم الله خير. وهذه مبادرة طيبة نتمنى نشوفها إن شاء الله في قادم الأيام وفي أنديتنا في السلطنة. أول شيء نتمنى الشفاء لأخونا وحبيبنا أحمد علي، الله يشفيه ويعافيه. وبعدين نرحب بضيوف صراحة اللي جونا اليوم من مكانات بعيدة وشاركوا في هذا المهرجان، وصراحة مهرجان طيب، وجزاكم الله خير على جزا الله خير القائمين على هذا المهرجان، ما مقصرين صراحة. مشكورين القائمين على هذا المهرجان أو على هذا التجمع، وحقيقة لو شكرناهم من الحين لحد يعني أيام قادمة لأنه فيهم حقهم. في نفس الوقت نتمنى الشفاء العاجل بإذن الله لأخونا أحمد ما قصر، يعني لعب وضحى من أجل البلد وفانلة المنتخب وأيضا فانلة الخابورة من الشباب المخلص، على الرغم من أنه كان عنده عروض كثيرة من أندية ولكن أبى إلا أن يستمر في الخابورة في هذاك الوقت. طبعا أيضا الشكر موصول لكم أنتم، وأيضا أكاديمية الفهود الأخ سعيد صالح ما قصر على هذا التجمع، ونشكر أيضا سعادة باسل الرواس على رعايته لهذه المناسبة، وكذلك الشيخ سلطان بن حميد الحوزني على تواجده أيضا لتجمع هذا الشباب، هو كان من الداعمين والمشجعين طبعا. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم، ونتمنى إن شاء الله أن هذه المناسبات تتكرر يعني في مناسبات أجمل يعني إن شاء الله بإذن الله. يا أحمد الفنان انت يا لاعبنا يا احمد الفنان، هذه هديتنا تسعدنا لمتنا نشوفك يا احمدنا بالجمعة فرحان. هذه هديتنا تسعدنا لمتنا نشوفك يا احمدنا بالجمعة فرحان. انت يا لاعبنا يا احمد الفنان، قلنا وفاجينا من كل اراضينا نحمل بيادينا رسالة العرفان، ناديك يشهد لك احد ابد مثلك. انت يا لاعبنا يا احمد الفنان، 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 انت يا لاعبنا يا احمد الفنان.